السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنبدأ معاكم بإذن الله برج الجدي. اهم حاجة نبدأ بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة متنسوش بقى في اللايكات، عشان اللايكات بترفع الفيديو. لو انت لسه اول مرة تشترك في قناتي يا ريت تشترك وتعمل لايك، عشان فضلا وليس امرا. ان شاء الله نبدأ معاكم بقى ببرج الجدي بإذن الله. نبدأ ان شاء الله بفنجانك يا برج الجدي. تمام. اول حاجه بسم الله ما شاء الله عليك يا برج الجدي. انت بسم الله ما شاء الله هنبدا بالحاجات الحلوه الاول، لسه بعدين نبدا ايه نبدا بالحاجات الايجابيه، وبعدين نبدا بالحاجات ايه السلبيه، عشان ما نبداش كده على طول هنبدا لك واحده واحده. اول حاجه بالنسبه لبرج اللي هو برجك المهني ان شاء الله عندك بسم الله ما شاء الله، عندك يعني رزق واسع جدا جدا يا برج الجدي. دي حاجة مبشرة جميلة ليك بجد. عندك رزق واسع وجاي لك فلوس ان شاء الله الفترة القادمة بإذن الله، تنبأ خير ان شاء الله تعالى، الله اعلى واعلم. عندك حاجة يعني انت في جاي لك مبلغ مالي. المبلغ ده الله اعلم جاي منين، جاي من ورث، جاي من شغل، جاي. المهم ان انت في الفترة اللي جاية جاي لك مبلغ مالي، الله اعلى واعلم. تاني حاجة عندك انت يا برج الجدي، عندك بص انت مشكلتك ان انت زي ما انا قلت، انت كان عندك كذا مشكلة اهو. انت كان عندك كذا مشكلة، المشاكل دي الحمد لله ربنا ايه عداك منها على خير. يعني انت فنجانك فيه كذا مشاكل يعني، بس ربنا نجاك من المشاكل دي، لانك انت طيب وكنت بتنوي نية خير ليهم، بس هما منبوش ليك خير. تمام. وانا انصحك الفتره القادمه دي يعني انت ما تخشش في اي عراق يعني معركه او اي شكل او اي حاجه الفتره القادمه، لانك انت هتخسر يا برج الجدي. تمام. برجك مش يعني بلاش تخش في جدل او مشاكل، لان انت مش هتنتصر في الموضوع ده. تمام. في الفتره دي اول حاجه. عندك كمان ان شاء الله عندك انتظار باذن الله، انتظار مولود جديد او حاجه ان شاء الله ليكم. بعد منكم منتظر ايه مولود جديد ان شاء الله. الف مبروك مقدما. ربنا يكمل بخير ان شاء الله ويرزقه برزقهم يا رب العالمين. وفي بعض منكم عنده لا قدر الله لا قدر الله يعني بعد ربنا يشفي كل مريض يا رب. عندكم حد تعبان مريض او عندكم في البيت، الشخص ده بيعني لك حاجات كتير، يعني اما لا قدر الله ابنك او حد، المهم هو حد قريب معاك يعني يقرب لك جامد يا برج الجدي. فربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض ان شاء الله. انت شايل هم الشخص ده، بس ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله ويتعافى باذن الله تعالى. ربنا يشفيه يا رب. وعندك كمان بص انت يا برج الجدي، عندك كمان مشكلة بسبب واحدة اهو. شايفين زهرة عندكم اهي، اهيت ده واحد ده اتنين، يعني في ناس قاعدين لك مترصدين لك يا برج الجدي دايما، يعني حاطين نقرهم من نقرك. يعني ازاي؟ راشقين عينيهم في حياتك ومش بيحبوا لك الخير، احذر منهم. دي اول حاجة. وعندك ان شاء الله تعالى برضو كمان عندك ايه زي ما انا قلت برضو رزق والكلام ده ان شاء الله باذن الله تعالى. عندك ايه في حد يعني عامل نفسه حبيبك، هو اصلا مش بيحبك خالص، هو كان سبب في المشاكل اللي حصل زمان ديت ولسه اللي هتحصل. انت عامل له اهتمام صعب قوي، وهو ولا بيهتم بيك ولا بيعني لك اي حاجه. يعني البني ادم ده سوسه يعني خبيث، احذر منه. تمام. وعندك يعني بص انت، يعني انت في الفترة ديت في بعض منكم عنده حسد حسد صعب قوي قوي، يعني منظور بطريقة وحشة. يعني انت في ناس كتير حاسدينك يا برج الجدي. وغير كده كمان في بعض منكم يعني ربنا يشفيه يا رب اهوت، يعني بالذات يعني اكتر الحسد ده من قريب، ناس قريبة مش ناس بعيدة. تمام. وانت شخصيتك من اللي يعني انت المشكلة عندك ان انت عنيد عنيد بطريقة صعبة قوي يا برج الجدي. عندك عند صعب قوي قوي اللي بتحطه في دماغك. يعني لو حطيت حاجة موضوع في دماغك هتمشي الموضوع ده، هتمشي الموضوع حتى لو غلط، انت عنيد. تمام. وعندك شخصية يعني ايه اللي هي
مش متكبرة، لا عندك عزة نفس جامدة، وعندك كرامة صعبة قوي. يعني الناس بتفكرها ايه ان هي ايه، كبرياء او عنطزة زي ما هو بيقولوا. بس انت لا، غير كده خالص، انت طيب خالص يا برج الجدي. بس يعني هما ربنا يعني اللي بيقولك ما تعرفش شخص الا لما تعاشره فعلا. يعني انت الناس اللي عرفوك او القريبين هما اللي عارفين ان انت طيب القلب وحنين وكل حاجة. تمام. فانت ما تحطش اعتبارك للناس ديت، لان الناس ديت هيجيبوك ارض يعني. فحاول ان انت إيه تخليك زي ما انت عندك عزة نفس زي ما انت واللي خلي رأيك في دماغك. بس انت اهم حاجة يعني ايه، حاول تمشي امورك الفترة اللي جاية ديت. وانت كان عندك في المشكلة اهي، بواقي المشكلة في نفسك، لسه في مشكلة عندك. يعني بتحاول تتخطى الموضوع ده بس انت مش قادر. يعني المشكلة دي صعبان عليك نفسك، او المشكلة دي كانت بسبب واحدة او واحد. هو المشكلة ان كان في مشكلة عندك صعبة وانت بتحاول تتخطاها، يعني لسه في اثارها موجودة عندك في قلبك. تمام. ده بالنسبة للطبق. هنبدأ بقى قصدي الفنجان. هنبدأ بالطبق. باللايك بالله عليكم، كلمة حلوة منكم تشجعنا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندك يا برج الجدي، عندك طبعا عندك بص، شوف العين صدر، شوف سبحان الله عندك عيون. يعني انت فنجان طبقك وفنجانك كله بيقول انت محسود، الناس راصدينك، حاطين نقرهم من نقرك. فانت حاول ترقي نفسك يا برج الجدي. تمام. وعندك طبعا اسم في ظهر عندك خالص اهوت، اسم سارة. مش عارفة سارة ده بتعني لك ايه، يعني هي بتعني لك حاجة كويسة مش حاجة وحشة. تمام. ده بالنسبة لطبقك. بس انا اللي قبل ما اخلص لبرجك يا برج الجدي، انا بختصر على فكرة. اهم حاجة برج الجدي، خلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية، لانك انت لو دخلت اي معركة مش هتنتصر. دي اخر حاجة اقولها لك. لانك انت في الفترة دي عندك سلبيات اكتر، ما عندكش ايجابية بالنسبة للطاقة عندك. تمام. بتطاق ارهقت، وبلاش المشاكل اللي من الفترة دي لانك مش هتنتصر. تمام. فخلي بالك من نفسك، وبلاش تخش في جدل وفي حوارات مع الناس، وحافظ على نفسك وخلي بالك من طريقك. وحاول ان انت يعني ايه تخطي الازمة اللي انت موجود فيها الفترة دي، تطلع منها على خير ان شاء الله. وطبعا ما تنساش بقى ترقي نفسك من الحسد والكلام ده. قول معوذتين وسورة البقرة وكل والله احد وكل والفاتحه طبعا 3 مرات، كل ده 3 مرات. وحاول ان شاء الله ربنا يخرجك من العين والناس اللي من شر حاسد اذا حسد. حاول انت قبل ما تطلع من بيتك يا ريت تبقى متوضي، عشان ايه العين ما تروح، وربنا يكفيك شر عيون الناس الحاقده والحاسده باذن الله، ويجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين، كل من اراد بنا شرا. وكده الفيديو خلص معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.